السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنخلي مع بعض شوية بوتنجان كده، ان شاء الله الطريقة هتعجبكم. بنجيب البوتنجان، بنشيل الراس اللي بتبقى فوق، وبنعمل له لكل بوتنجانية فتحة كده صغنونة، وبنشطفه بالمية، وبعد كده بنحط عليه شوية مية حلوين ونحطه على النار يتسلق. ماشي، بس انا بطلع يكون مستوي شوية، مش بطلع البوتنجانية ناشفة، لا لازم اضغط عليها كده احسها زي الزبدة، يعني طرية وحلوة معايا. وبعد كده بنجيب شوية توم حلوين كده على ما ينسلق معانا، على ما الباذنجان يعني يستوي. بنعمل شوية توم حلوين مع شوية فلفل كده، لازم يكون احمر، مش ينفع فلفل اخضر. ماشي، دي فلفل احمر، شطة مع شوية توم حلوين. بعد كده ضربتهم في الكبة وعصرت عليهم 10 ليمونات. ماشي اهم 10 ليمونات، وحطيت عليهم 3 معالق خل وشوية ملح. وبعد كده حشيت الباذنجان بتاعي. شوفوا انا بوريك الباذنجانه زي الزبده ازاي. وبعد ما حشيت الباذنجان بتاعي حطيته في الطبق اللي انا هشيله فيه. ماشي، واتبقى معلقتين دج التوم الفلفل اللي انتوا شايفينه ده، معلقتين من الدجه، حطيت عليهم معلقتين خل اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليهم شويه ميه، وعصرت عليهم 3 ليمونات. ماشي، انا الليمون بتاعي صراحه مش فيه ميه جوي، ناشف ومش فيه ميه جوي. وحطيت لها شويه ملح. يبقى دي معلقتين دجه فضلت من الدجه بعد ما حشيت الباذنجان. حطيت زودتها ليمون، عشان زودتها ميه، زودتها ليمون، زودتها خل، وزودتها ملح. ماشي، وبتدوج تشوفي ناقصه ايه. هو صراحه الباذنجان دي كده بيبقى ليمونه كتير، بيبقى طعم. ماشي، تشوفيه ناقصه ايه، ناقصه ملح، ناقصه ليمون، لازم تظبط الحدق، عشان هو دي اللي هيخلي الباذنجانه طعمها حلو. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد كده انا رصيت الباذنجان كده بعد ما حشيته. ماشي، كنت انا مصوره اللقطه اللي بحشي فيها الباذنجان، بس مش عارفه راحت فين والله، بس مش مشكله خير. ماشي، بعد كده الميه اللي انا عملتها دي بالدجه بالليمون بالخل حطيتها اهو على الباذنجان. وبعد ما بيبرد خالص بغطي عليه وادخله التلاجة، وتاخدي منه زي ما انت عايزه. ماشي، هينفعك في كل الاكل والله. ممكن تاكليه على باميه يبقى جميل، تاكليه مثلا مع طعميه، مع فول، مع الكشري الاصفر، مع البوتنجان، مع المكرونه، مع اي حاجه هينفع. دي كان تاني يوم كده، خدت منه شويه عشان افطر، صراحه انا كان نفسي فيه، مع الفول الطحينه والكمون والليمون كده والزيت. وكان نفسي افطر بيه كده فول وباذنجان بس. ماشي والله، ممكن اكل الباذنجان ده بعيش بس كده. وعملت العيش دي سندوتشات، بس كان النور هنا قطع ومش يعني مش صورت السندوتشات، انا بحب الفول مش هغمس، لا اعمله سندوتشات زي بره يعني كده، واقعد افطر وكده. ماشي، شوفوا الباذنجان لونه عامل ازاي ما شاء الله، وزي الزبده. لازم تطلعيه مستوي كويس علشان يبقى حلو، مش تطلعيه ناشف ويقعد مثلا تقولي اسيبه يومين على ما اكل منه، لا. انا بعمله باكل منه تاني يوم على طول. ماشي، ان شاء الله يا رب تكون الطريقه تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.